ما ينفعش تخلف لمجرد انك عايز تخلف وخلاص. ربنا كرمك ورزقك بالخلفه ورب ابنك، قدر النعمه، اكبر تقدير للنعمه انك تربي ابنك صح. الزرعه اللي انت هتزرعها هي اللي مكمله معاك، فلازم تعتني بيها. ما ينفعش ابنك يكون منفتح على العالم من هو طفل صغير. ممكن يكون منفتح بس انت تكون المرشد بتاعه، انت تكون معاه خطوه بخطوه. ما ينفعش ابنك يكون عنده 2 ولا 3 سنين اي حد بيشيله، اي حد بيتكلم معاه وانت مش موجود. انت مش عارف اللي هيتكلم معاه ده هيزرع جواه ايه. الاطفال بتتاثر بكل كلمه بتتقال حواليها وبتقلدها. تمام. ما تسمعش لحد ان هو يقول لابنك يلا، ودي نقطه هنروح لها بعد كده. ما تسمعش لحد انه يندهله باسم مش اسمه على سبيل الهزار والسخافه. انتوا عارفين الموضوع ده، وبرضه الموضوع ده احنا لسه هنجيله بعد كده، هنروح له بالتفصيل. فلازم تحط خطه منهجيه لتربيتك لابنك في كافه مراحله العمريه. ازاي هتعامل معاه من اول ما يتولد لحد 3 سنين، ازاي هعامله من 4 سنين وهربيه وعايز اوصل له ايه لحد 6 سنين، لحد 10 سنين، لحد مرحله المراهقه. كل مرحله ليها اهدافها.